خوتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هنا الفيديو تاع هذاك الاخ اللي ضرب وليدو، ضربه ضرب مبرح، والفيديو انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت معه الناس بشكل كبير. اولا حبيت نقول بانه الاسلام بريء من هذه الافعال. علاش راني نقول هكذا؟ لانه كثير من الناس كيشوفوا اخينا غلط ينسبوا الخطا للاسلام. هكذا كاين ناس مرضى يعني كونتر الاسلام، يعني يكرهوا الدين، يعني اي حاجه اي خطا من اخينا ولا يعني يشهروا به. علاش انتشر الفيديو؟ على خاطر هذاك الانسان كان عنده لحيه وعنده قميص، يعني هذاك ذنبه هذاك الانسان انه كان مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في لحيته وفي تقصير ثوبه، هذا هو الذنب تاعو. لانه لو كان انسان واحد اخر اللي يضرب وليده ما ينتشرش الفيديو بهذاك الشكل، لانه هذا الناس هذو مرضى. كاين ناس يخرجوا المكبوتات تاعهم في هذا الناس المتدينين، علاش؟ وهما الهدف تاعهم هو تشويه الاسلام، يعني يقول لك هاو الاسلام دين الارهاب، دين العنف، دين القسوه، دين كذا. الاسلام اولا بريء من هذه الافعال يا اخوه، الاسلام بريء براءه تامه من هذه الافعال. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القدوه تاعنا في الاسلام كان عنده الخادم تاعو انس بن مالك، عمره ما ضربه صلى الله عليه وسلم، عمره في حياته ما ضربه، خدمه 10 سنين وهو يخدم فيه، عمره ما قال له علاش ما درتش هكذا وعلاش درت هكذا، 10 سنوات وهو يخدم فيه. لذلك هذا هو القدوه تاعنا. لذلك ماشي كي يغلط اخينا ننسبوا له هذاك الخطا للاسلام، هذا خطا. وزيد هذا الانسان الاخينا انسان يغلط، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ماهوش انسان معصوم، يعني كل انسان فينا معرض للخطا، ماشي كي يغلط اخينا يعني خلاص يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. اذا هذا الامر الاول. الامر الاول علاش انتشر الفيديو؟ انتشر لانه اللي داروا هو انسان اخينا. الامر الثاني هذاك الضرب هذاك ما يجوز الضرب بهذيك الطريقه، بهذيك الطريقه العنيفه. حتى في التأديب تاع الولد كاين يعني طرق كثيرة، يعني تربي الولد تاعك تعلمه، يعني تنبهه تحرمه من أشياء، كاين طرق وسائل قبل ما توصل للضرب. الضرب هو آخر وسيلة من وسائل التأديب، يعني ماشي ديريكت. كان بعض الناس غير يشوف وليده غلط ولا يروح يضربه مباشرة، لا، علمته، فهمته، عاودت له، كررت له هذيك الحاجة، ربيته عليها، يعني عدة أشياء. ثم المرحلة العمرية اللي راهو فيها الطفل إذا يحمل الضرب ولا ما يحملش. ولد إذا كان في عمره 5 سنين 6 سنين ما تضربوش أخي العزيز، ما تضربوش. الضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني يكون على الأقل يكون وصل لسن التمييز، ل10 سنوات يكون يعرف وش هو المليح وش هو الماشي مليح. تما اللي تقدر تضرب، والضرب ماشي بهذيك الشكل، ماشي بهذاك الطريقة، ماشي بهذيك الطريقة. الضرب يكون للتأديب، للتربية، باش يكون للتأديب والتربية. نعم أحيانا الإنسان قد يقسو على الأولاد تاعو، قسى ليزدجروا، ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أحيانا تقسو على الولد باش تربيه باش تأدبه، بصح أنت ما كنتش كيما يقولوا احنا تأدب فيه، أنت كنت تخرج في الأمراض النفسية تاعك عليه. أنت كنت غضبان، والإنسان كي يكون غضبان يولي ما يتحكمش في الأفعال تاعو، يولي ما عندوش العقل، الإنسان حتى لو كان يطلق الزوجة تاعو في الحالة اللي كنت فيها أنت، بالك الطلاق لا يقع، لا طلاق في إغلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي جاه الرجل قال له أوصيني، قالوا لا تغضب، فردد مرارا قالوا لا تغضب، مهما دار كسر حاجة في الدار، مبريش أنا عبث بكش حاجة ولا ما يجوزلكش تضربه بهذه الطريقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة اللي هي يعني حاجة نتاع القبر رب العالمين، قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10. كيفاش يكون الضرب؟ أولا ما يزيدش على 10 ضربات، ما تزيدش على 10 ضربات، يعني انت قعدت غير تضرب 10 ضربات، ما تزيدش على 10 ضربات. يعني حتى في الجلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزاد على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ثانيا الضرب ما يكونش لهذيك الأماكن، ما تضربش الوجه، ما تضربش كيما يقولوا احنا اي بلاصه في الجسم، ما تخليش اثر في الضرب تاعك، لا تهشم عظما ولا تترك اثرا، ولا تقبح ولا تضرب الوجه. يعني لازم تضرب ضرب تاع تأديب. يعني في المدارس القرآنية قديما كانوا يضربون لليدين ولا للرجلين، ضرب تاع الفلاقة، وتضرب وانت في كامل وعيك وفي كامل طاقتك وقوتك العقلية. يعني انت تضرب وتقدر تكون تضحك وتضرب، يعني تبين له علاش غلط وعلاش راك راح تأدبه وعلاش راح تضربه، وتضربه بالعقل بالمسطرة ولا بيدك هكذا لليدين وللرجلين. هنا يكون الضرب، هذا هو الضرب تاع التأديب. وماشي باش كيما يقولوا احنا نهين الولد ونحقر من هذا الولد، لانه هذا الافعال هذه راح تولد لنا افعال عكسيه. الولد يولي متوتر، يولي عنده تبول لا ارادي، الولد يولي عنده مهزوز ثقه بالنفس، يولي ما يقدرش يعبر، يولي يخاف، يولي بالك يولد لنا انفعال اخر، يولي بالك الولد عنيف، يولي يمارس الضرب على الزملاء تاعو في المدرسه، يولي الولد يعني منفعل مقلق، يعني ما يقدرش يتحكم في نفسه. علاش؟ لانك ربيته بهذه القسوه، ربيته بهذه الطريقه هذه.
لذلك اولا قلت ما نسبوش هذا الفعل للاسلام. ثانيا الضرب ماشي هكذا، الضرب هو اخر وسيله من وسائل التاديب، ويكون يعني كما يقولوا حنا يكون ما يزيدش على 10 ضربات، وما تضربش الوجه وما تضربش لاي مكان في الجسم، لا تهشم عظما ولا تترك اثرا. ثم ثالثا حبيت نوجه رساله للناس اللي يصوروه. شكون انت اللي صورتيه؟ الزوجه تاعو، اخته، الناس في بيت، واش هو الهدف تاعك كي صورتيه؟ علاش راكي تشهري به؟ علاش راكي تشهري به؟ كان عليك نورمالمون في الوقت اللي كنتي تصوري تروحي تدافعي على الولد، تروحي ترتمع في هذاك الولد وتحميه، ماشي تروحي تصوري وتنشري الفيديو بالك راكي وصلتي مسكين هذا الرجل، وصلتي حتى للعداله، ودوك راح يتحاسب وتدخل الجمعيات الحقوقيه تاع حمايه الطفل ومشاكل كبيره. لا لا، ماشي هكذاك، ماشي هذه هي الطريقه. راكي شهرتي به، وهذاك الانسان بالك كاين الناس يعرفوه، دوك الناس بالك يولي يشوفوه بطريقه اخرى، ماشي بهذيك الطريقه. نحن لا نحمي يعني ندافع عن هذا الانسان، فالفعل اللي داروا مرفوض تماما. يعني لازم الولد نحفظوا له كرامته ونحفظوا له اموره، بصح ماشي بهذه الطريقه. هذه الطريقه تاع التصوير، تصوري الزوج تاعك وهو الوالد تاع هذا الطفل، هذا امر مرفوض. هذا امر مرفوض. كان عليك تتدخلي وتدفعيه. اذا كان هذا الامر متكرر يفعله دائما هذا الانسان، دائما يضرب انسان عنيف، انسان متوحش، انسان كذا، ففي هذه الحاله ربما عندك مسوغ لهذا التصوير. اما اذا فعله يعني يفعله احيانا وكذا، لا ماشي هكذا. حتى كل واحد فينا بالك في الشعب الجزائري هذا كاع، بالك كل واحد صارت له هذه العفسه، احيانا نغضب ونفعل بشكل كبير ولا يضرب بطريقه، ومن بعد انت تحكمه في هذيك اللحظه هذيك، فانت اختزلت الحياه تاعو، اختزلت كما يقولوا احنا التصرف تاعو في لحظات عرفته الناس بها. هذا لا يليق، هذا لا يليق. لذلك الناس ماشي مليح يديروا هذا الامر هذا، خاصه اذا كانت زوجه. ربما الزوج تاعها في هذه الحاله هذه كيشوفها شهرت به وصورته بهذه الطريقه، ربما يطلقها ويقول لها ما تزيديش ترجعي للبيت لانك امراه ما كيش صالحه. المهم هو الامر اللي داروا مرفوض، والامر اللي دارته هذه الزوجه مرفوض، وهذه الطريقه تاع التاديب مرفوضه، وهذا التصرف تاع هذا الناس هذوما اللي راهم يشهروا بالاخوه وراهم كما يقولوا احنا يتهموا في الاخوه ويظنوا بانه هذا العمل من الدين، هذا الامر مرفوض. كل هذه امور مرفوضه. لذلك احنا لازم علينا كل حاجه نحطوها في مكانها. الخطأ ينسب لصاحبه لا ينسب للإسلام. التأديب نعم موجود الضرب، ولكن في سن معين وبطريقة معينة. ثالثا التشهير هذا ماشي مليح، ماشي يعني واحد تحكمه في لقطات في لحظات يكون يعني مباشر العمل ماشي مليح، تروح تصور نتايا وتنشر عليه هذاك الأمر. بالك كل واحد فينا مرة في حياته صار له هذا الموقف هذا، فقد الأعصاب تاعو ولا يعيط ولا يتصرف تصرفات الناس يقول لك ها كيفاش راك داير، يعني يحكموك يحاسبوك على 20 ثانيه ولا على 30 ثانيه من الحياه تاعك. واحد يسبك، واحد يدعي عليك، واحد يقول لك حيوان، واحد يقول لك كذا. ماشي هكذا. بارك الله فيكم اخواني، والسلام عليكم.